لاحظتم بارك الله فيكم أن الوقف والابتداء متعلق بالإعراب. كم وكم استخدمنا كلمة التعلق اللفظي، استخدمناها في تعريف التام والكافي والحسن والقبيح. ما من نوع من أنواع الوقوف إلا وقلنا التعلق اللفظي، وشرحتها مرات كثيرة أن المراد بالتعلق اللفظي التعلق الإعرابي، لأن التعلق الإعرابي عليه ينبني المعنى. لا بد من أن يكون المعنى متكامل. الألفاظ قوالب المعاني، الله عز وجل أنزل معان تعبدنا بها وأرادها منا على ألفاظ، معان مربوطة بألفاظ. فنحن لما نأتي بالألفاظ متصلة مع بعضها نكون قد حافظنا على المعنى الذي أراده الله عز وجل. أما إن بترنا كلمة من الجملة أو زدنا كلمة على جملة ليست هذه الكلمة منها نكون قد أفسدنا المعنى. هي مثلا بيقول لك إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. هذه ما بعوضة، إيش دخل ما بكلمة بعوضة؟ يعني أدخلنا كلمة ما على كلام ما هي ما ليست تابعة له. ما كلمة متعلقة بما قبلها. أن يضرب مثلا ما، يعني أن يضرب مثلا من الأمثلة. كما تقول لشخص أنت تقول له أعطني شيئا ما. ما معنى أعطني شيئا ما؟ يعني أعطني شيئا من الأشياء. فكذلك قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، يعني مثلا من الأمثلة. ثم بين أنه هذا المثل قد يكون شيئا دقيقا وأنت صاعد، بعوضة فما فوقها، يعني فما هو أعظم منها، لأنه كله خلقه سبحانه وتعالى. ولو كان خلقه جل جلاله دقيقا جدا ففيه من الآيات وفيه من الدلائل على وجوده سبحانه وعلى حكمته وعلى قدرته الشيء العجيب الكثير. ليس هذا مجال بحثنا. إذا دائما لابد من صون المعاني، لابد من الإعراب. لذلك أنصح إخواني، أنصح كل من يسمعني الآن من حفاظ وحافظات، يا أخي ويا أختي، إن كنت لا تعرف شيئا في النحو والله مشكلة، فإن كنت لا تريد أن تتعلم على الأقل اتبع علامات الوقف الموجودة في المصحف، اتبعها تماما كما تتبع إشارات المرور في الشارع. كما أنك تنظر أنت تسوق السيارة، هذه الإشارة ممنوع الوقوف، ممنوع زيادة السرعة عن كذا، الشاحنات تلزم اليمين إلى آخر، كل إشارة لها معنى. كذلك اتبع علامات الوقف التي وضعها أئمتنا جزاهم الله عنا خيرا لمن لا يجيد معرفة المعاني من خلال الإعراب الجمل العربية. فقف إن وجدت علامة، أما إن لم تجد علامة ووقفت مضطرا فعد واربط الكلام بعضه ببعض ثم أكمل النص القرآني. أما إن كنت يعني مجازا فالأكمل لك يا أخي ويا أختي من كان يقول أنا مجاز، أنا أريد أن أعلم القرآن، لا بد، أقول لا بد أن يكون عندك شيء من علم النحو، لا بد، والصرف طبعا. فلا بد لطالب القرآن، يعني ما أقول الواحد يكون سيبويه، لكن كمان ما يكون يعني عدم بالمرة ما يعرف شيئا لا في النحو ولا في الصرف. من كان حاله كذلك قد يخطئ، وقد يدخل أهل الجنة إلى النار، وقد يدخل أهل النار إلى الجنة، ويغير المعاني دون أن يشعر. فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. خطر بالي آية الآن أقولها لكم قبل أن أنساها، في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. كتبنا عليهم أي على اليهود، فيها أي في التوراة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. انتبهنا كيف؟ والجروح قصاص. لا يصح مثلا أن نقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف. إذا قلنا والعين بالعين والأنف يعني صار كأنه
إذا واحد قلع عين واحد بدنا نقلع له عينه ونقطع له أنفه كمان. يعني قد يتغير المعنى، وهذا موضوع ما هو سهل، ما في مزح مثل ما بيقولوا بالعامية. فإذا في مثل هذه الآية يوقف على المتقابلات. انتبهوا، يوقف على المتقابلات. أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، وبنرجع والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. دائما نقف على المتقابلات. أما أن نأتي بمتقابل وكلمة زائدة فأمر خطير وخطير جدا، خاصة أن الموضوع هنا يتعلق بالحدود. طالما أن الأمر يتعلق بالنحو وبالجمل وبالإعراب فلا يوقف أيها الإخوة. هذه قواعد عامة في الوقف والابتداء، استفيدوا منها. لا يوقف على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول به، ولا على حرف الجر دون الاسم المجرور، ولا على المبتدا دون الخبر، ولا على المؤكد دون التوكيد، ولا على العدد دون المعدود، ولا على الموصوف دون الصفة، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف. ولكن هنا تفصيل. العطف أيها الإخوة معروف لديكم إن شاء الله، يعني أنا أكلم يعني من يعرف العطف في اللغة العربية. العطف أن تستعمل الواو أو الفاء أو ثم في أو حرف أو. فلما تعطف في الكلام تقول جاء فلان وفلان وفلان، أو فلان ثم فلان ثم فلان. هذا العطف عطفان: عطف مفردات يعني عطف كلمات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. هنا نعطف ماذا؟ نعطف كلمات مفردة. لكن أحيانا قد نعطف جمل، فعطف الجمل هنا ننظر هل الترابط بين الجملتين يعني ممكن هكذا ممكن هكذا فيضعون جيم كما سيأتي معنا. هل الترابط قوي جدا يضعون صلة يعني يجوز الوقف والوصل أو لا. هل الترابط بين الجملتين ضعيف يضعون قلة يعني يجوز الوصل والوقف أولى للفصل بين شيئين لا تشتد العلاقة بينهما. إذا لما نقول لا يوقف على المعطوف عليه دون المعطوف نعني بذلك عطف المفردات، عطف المفردات. فإن وقف يعود، إن وقف يعود. يعني إن المسلمين والمسلمات لا يصح أن أبدأ فأقول والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، لا يصح هذا. إذا وقفت أعود فأربط الكلام بعضه ببعض، لا بد من العودة. إذن هذا قواعد هامة في الوقف والابتداء. هذه القواعد جمعت لكم بعضها والتنبيهات في الوقف نراها على اللوحة التالية. تنبيهات في الوقف: لا يوقف على الفعل دون فاعله، ولا على الفاعل دون مفعوله، ولا على حرف الجر دون مجروره، ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على المبتدأ دون خبره. هذا هام جدا. كذلك ولا يوقف على الموصوف دون صفته، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف، وأعود فأقول المقصود هنا عطف المفردات، ولا على صاحب الحال دون الحال، ولا على العدد دون المعدود. يعني مثلا إني رأيت 11 ووقف، 11 إيش؟ لابد أن تقول كوكبا. ولا على المؤكد دون التوكيد. يعني هذه من بعض القواعد التي جمعتها لكم، وقيسوا عليها ما شابهها من أمور تتعلق بالإعراب.